ونذكركم أعزائي المشاهدين بالخبر الذي ورد أثناء النشرة، وهو ما أفاد به الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية من أن الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة سيتم يوم غد، وكذلك الإعلان عن حركة في سلك الولاة وبعض السفارات. كما أفاد الناطق باسم الحكومة أنه تنفيذا للقرار الصادر عن أول مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في شأن التعويض لعائلات شهداء الثورة الشعبية والجرحى والمتضررين من الأحداث من حرفيين وصغار التجار وأصحاب المهن الصغرى، ومتابعة للآليات التي تم النظر فيها أمس خلال مجلس وزاري مضيق، تقرر اليوم تسييم القرارات المتخذة على أرض الواقع، وذلك تقديم تسبقة مباشرة يوم غد الأربعاء لعائلات الشهداء والجرحى والمتضررين من الأحداث، إسناد منحة شهرية ب150 دينارا للعاطلين من حاملي شهائد مع التغطية الصحية، وتعريفة تفاضلية للنقل مقابل عمل تطوعي نصف الوقت بالمصالح العمومية، مضاعفة الاعتمادات المخصصة للحظائر الجهوية، حل المجالس الجهوية للتنمية وتعويضها بنيابات بمشاركة ممثلي الإدارة وممثلي المجتمع المدني برئاسة والي الجهة طبقا لأحكام القانون المنظم للمجالس الجهوية.